الأخيرة بالنسبة لنادي الكويت. الله، جول في الدقيقة 18. ياسين الصالحي بينجح برأسية الحقيقة بمتابعة ناجحة، عرضية كانت لمصلحة نادي الكويت. ينجح المغربي ياسين الصالحي برأسية ناجحة الحقيقة بارتكاز عالي جدا بامتياز بعيد عن المتابعة والمراقبة. هدف لصالح نادي الكويت. شوف العادة، شوف على طول ما تأخر فيها طلال، وعلى طول أيضا ما تأخر فيها ياسين الصالحي بالرأسية. يعني الحقيقة فيها شيء من المفاجأة، ما كان في أي متابعة من دفاع نادي خيطان. إذا أريحية يضعها الصالحي لنفسه. ركلة جزاء ياسين الصالحي وأحمد عبد الحميد. أحمد عبد الحميد صاحب إمكانيات عالية في ركلات الجزاء، لكن ياسين الصالحي، ياسين، جول والهدف الثاني لصالح نادي الكويت عن طريق ركلة الجزاء. إذن هدف ثاني لياسين الصالحي أيضا بنجاح ركلة جزاء. إذن ينجح نادي الكويت الحقيقة بالاستفادة من ركلة الجزاء. يعني لو كنا نتابع اليوم الصحافة وأيضا الإعلام في الأيام الماضية يعطي أن في صعوبة، لكن ياسين الصالحي يأتي بهدف ثاني يغلب كل التوقعات ويكسر كل الحواجز أمام